قال لك سيدي تواجد زيدان في كأس إفريقيا أنجح التظاهرة الرياضية بالمغرب. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا تعرفوا هما زيدان. هو زيدان راه حضر في كأس العالم، شتي هو حاضر في المباراة ديال المغرب ودا يتفرج. ولا لاحظتوا المغرب كاع ما تسوقوا ليه، ما كاينش كاع اللي يهضر عليه، وقيلا غير انا بوحدي، ولكن انا علاش هضرت عليه باش تعرفوني ما تنساش. الشريف راه هذاك راه شنو نقول لكم، ملي كان صغير هو تيجي للمغرب هذا اللي تشوفوا فيه. يعني نتوما عندكم الزهر، علاش عطيكم ما ولدو اللي دايره في الجزائر حاشاكم، عطيكم ما ولدو والله لا شتوه، واقسم بربي لا شتوه. وخير دليل رجعوا الماتشان اللي قبل، جيبوا لي زيدان شي مباراة ما كاينش. المباراة الوحيدة اللي كيحضر ليها هي فاش كيلعب ولدو فقط، ونهار يمشي ولدو والله لا باقي شتوه. ومعنا حنا غتشوفوه الى ان يرث الله الارض ومن عليها. في نظركم علاش؟ ترى السيد ما فيهش الحقد، ما فيهش البغض، ما فيهش ديك، عنده عقلية ديال الاوروب. السيد كابر، تخيل زيدان كون كابر عندكم مصيبة، والله الا مصيبة، كاع ما يوصل لهادشي اللي وصل ليه دابا. هادشي راه عنده جذور. اذا يا الجزائر حاشاكم، راه اللي عنده فهمتوا، اللي عنده. شتوني انا كاع ما تهضر على المغرب وداك الشيء، ما تنطباش وتعطى زدر لز كاع مسوق على المغرب ولا ديك الهضره. عرفتي علاش؟ حنا ضايقين في المنتخب ديالنا، ما كاينلاش نبقاو غندو كاس العالم، غندو كاس هنا، غندو لهي حنا شوفها، حنا ساكتين وتنتفرجوا. المصريين عباد الله تعادلوا لك غير مع بلجيكا، خرجوا احتفلوا. تعادلوا غير مع بلجيكا وخرجوا احتفلوا. انا كنتمنى غير المصريين يربحوا غير ماتش واحد باش ما شوف، حيت ان شاء الله هذا العام 2030 اللي غنضموا حنا غادي يوصلوا ل 100 عام، والله الا غيوصلوا ل 100 عام. 96 سنه، 96 سنه ما عمرهم ربحوا ولو ماتش. ما الجزائر هذوك مرفوع عليهم القلم، وحق ربي هذوك الناس الا مرفوع عليهم القلم. بقيت كاع عرفتي الناس شوف، العالم فواد والجزائر مساكن فواحد الواد خور. السيد الناس واتصلوا بعالم فلكي قال لهم نظرا لا سميتو، قال لهم نظرا للمناخ ونظرا للأرضية ونظرا لكذا نتوقع فوز الجزائر لأنه دابا فهمت سطا. والله العظيم إلا اتصلوا بواحد من الفلك، وذاك السيد أصلا هو مريض في عقله، من بعد كاع ندير عليه فيديو تصنتو، والسيد يلي فن والسيد حمق جاب الفلك. وما عرفتش اخويا علاش الجزائريين كيناقشوا الكره ياك تا كيدخلوا في السياسه وغارقين الملك والبوسليدين وما عرفت فين غاديين، راه هي كره ياك ما تعرفوا استوديو ولا تحليل سياسي ولا المهم هذه الحمره والمعره.